نزل بيان على الموقع النادي، واحد بعت لي بيقول لي ايه الانهيار ده؟ الانهيار ده عشان الانتخابات قربت. الانتخابات اصلا قربت، وكل واحد عارف لعيبه قال له اشتغل يلا. حضرتك شايف ان في مؤامره يا سياده المستشار؟ طبعا طبعا. اخ الشناوي النهارده لسه ما خدش مزاج العب، ماليش مزاج ليه؟ انت في العزه، انت بتلعب في الحوش. المؤامره دي حطوه كمان لعيبه نادي الزمالك يا سياده المستشار، ودي هتبقى كارثه. الجماهير تبقى عارفه ولا تحملوا الراجل المسؤوليه. خلاص الراجل هيعمل ايه؟ وايمن طاهر قال له سليم، والدكتور قال له سليم، هو التاني ماليش مزاج يلعب، وجنش ماليش مزاج يجي عشان ما يلعبش احتياطي. دول العيال اللي كانوا ملالين بقوا ملالين. دول عيال الكومبارس اللي بقوا نجوم جماهير الزمالك. ما تحملوش الراجل مسؤوليه، ما تحملوش يعني سياده المستشار بالتاكيد نادي الزمالك كبير واكبر بكتير من اي لاعب ايا كان اسمه، وبالتالي ولا يعني بص انا عندي استعداد السنه دي لا كاس ولا دوري ولا صور ولا اي بطوله، بس اتخلص من المتآمرين عشان الجماهير تبقى عارفه. عشان نزل بيان وبعت له رساله، بعت له رساله رسمي هو والتاني. استنى خليك معايا ثانيه واحده مع حضرتك يا مستشار. يعني هل حضرتك اتخذت قرارات؟ حضرتك اتخذت قرارات بعد البص يا استاذ الفاضل. كل واحد فيهم راحوا له الرساله دي. انت بتهرب من مباراه الزمالك وصلاح الجيش ورافض اللعب من غير سبب، مشتركا في مؤامره لهزيمه الزمالك وخروجه من كاس مصر بعد الخساره المهينه في الدوري والخروج المذل لبطوله افريقيا. دي مؤامره يا باشا. تمام. بحملك المسؤوليه الكامله في حاله هزيمه الزمالك وخروج من الكاس. ورحمه امي الحساب عسير. لو انت مين حرام عليكم، خساره فيكم جماهير الزمالك المحترمه. اتفضل يا استاذ. لا دي مش رياضه. شوفوا مين اللي بينخرب في الفريق، شوفوا مين اللي خلاه يطلع من جول ومن نص جول عشان يخش جول. حضرتك كمان بتحمله جزء من كل متآمر. والمره دي مش هتعدي على خير. لو حصل اي اخفاق هم الاثنين متحملين المسؤوليه. قول لي انا حاسب المدير الفني ازاي وحاسب ايمن طاهر ازاي، والاثنين قالوا لي هو قال له مش عايز العب. دي صراحات على لسانهم يا سياده المستشار. يعني الشناوي قال مش مزاج العب، وجنش متهرب بقاله. يا بص يا بيه، انا قبل ما اكلمك بكلم طارق الدكتور، بكلم ايمن طاهر اللي بيتكلموا عربي، المدرب البيه سليم ما فيهوش حاجه بس مش مزاج يلعب. حضرتك بتتكلم على جنش وحياه لا انا بتكلم على الشناوي. لا جنش من اول 7 مدرسه 8 10 12 بيقول لك اصل الحوت تعبان وانا مش عارف الولاده امتى. اي كلام خلاص. وحياه بورسعيد الجميله المحترمه اللي انا بحبها وبعشقها، ما هتفوت المره دي يا شناوي وما هتعدي. هل هيتم عرضهم للبيع يا سياده المستشار ولا لسه ما اتخذتش قرار؟ بعد الماتش انما احنا في رجاله في الملعب. انا عايز لو لاعب 50% مهارات و100% قلبه بيحب النادي فوق دماغنا. خد بالك؟ تمام. انما احنا بقالنا 3 سنين عايشين في مرار. في مرار اجوان بتخش عبط. السنه اللي فاتت واللي قبليها. فانا بقول اهو اذا كان اللي بيخطط للانتخابات فاكر ده هيأثر في الانتخابات، انت عبيط بجد. ان شاء الله لو في 50,000 جايين مرتضى منصور 49,900 بامر الله جمعيه اميه. ليه الناس عارفه اللي بيتعمل في النادي واللي بيتعمل في الكوره واللي بيتعمل في اليد. تمام. خلاص ابتدوا يشموا ريحه المؤامره. النهارده عندك ماتش مهم في الكاس. طلع الجيش ده مش انت بتلعب فريق صغير، فرقه محترمه. انا لسه كنت بقول الحقيقه فرقه محترمه قبل الماتش بساعتين تقول ماليش مزاج اصل انا ظهري بيوجعني. واخد بالك؟ اي كلام. هل ممكن العروض يا سياده المستشار اللي جايه لاحمد الشناوي ممكن تكون اثرت عليه في تفكيره الفتره دي؟ ما فيش عروض جات له، انا اللي بقول لك ما فيش. العرض اللي يا راجل ده عبد العزيز السيسي ولا عبد الرزاق السيسي اللي لسه جاي لنا ما لعبش، جاله عرض من نجم الساحلي فهو ما فيش الكلام ده. طيب واللي بيجي له عرض بنمشيه. سياده المستشار هل حقيره يعني بقول اهو هذه مؤامره حقيره ضد نادي الزمالك والحساب عسي ولا حاجه. انا بقول لك ده مش بعد الماتش، بقول قبل الماتش قبل الماتش والوقت بيكلموني وهو طالع من الاتوبيس قلت لهم شدوا حيلكم واحنا عايزين رجاله. تمام. ربنا يوفقهم ان شاء الله عشان المتآمرين ليهم حساب ان شاء الله. الثاني يا شناوي وحياه شعب بورسعيد كله ما انا سايبك. وحياه شعب بورسعيد كله انا بحبه وبعشقه ما انا سايبك ولا بعديها لك يا شناوي. انت وجنش اللي بقاله 8 اشهر وما انت وانتوا بتتخلوا في استخدام ازاي؟ قول لي ازاي؟ هو انت مش كنت في المصري ما حدش واخد باله منك مع اصحاب الفريق المصري؟ تمام. هو انت دخلت المنتخب وبقيت رقم 1 في المنتخب ايه؟ نادي الزمالك ما حدش يقدر ينكر ده يا سياده المستشار، ما حدش يقدر ينكر. الزمالك جاي النهارده ماتش مهم ما فيهوش هزار، ده كاس.
كنت فاضل لك في البطوله المحليه كاس. تمام. عايز تخرجنا منها؟ ها؟ طيب سياده المستشار، هل خبر وجود محمد عواد على يعني في المفاوضات الفتره الجايه مع نادي الزمالك؟ اقسم بالله العظيم لحد اتكلم محمد عواد ولا عايز محمد عواد. مفيش خبر غير صحيح. محمد عواد بص، الموضه الجديده بقى اي عيل عايز يلعب ناديه يقول له الزمالك. لو عواد راجل يطلع هو راجل. لو عواد راجل يطلع يقول مين في الزمالك كلمه. تمام. لو هو راجل تمام يطلع يقول مين في الزمالك كلمه. انا حضرتك عارف ان انا دايما باخد الاخبار من حضرتك، لان حضرتك يعني انا بقول لك لو عواد راجل بجد يطلع يقول فلان الفلاني كلمني. تمام. سياده المستشار، مشكله رزاق سيسي وتصريح الاستاذ حسن عبد القادر انه رزاق سيسي متواجد في قائمه اسوان ل 2021 وانه طالب 15 مليون جنيه. بص اتفضل. حسن صاحبي، ونادي اسوان ده نادي عزيز علينا كلنا زي المدينه. الدكتور حسن عارف ان رزاق معار ب6 اشهر. معار لنادي اسوان 6 شهور. ب6 اشهر، وعارف ان مش ملكه، واي عقد هيظهر بخلاف ذلك هيبقى عقد مش مظبوط. مع احترامي للدكتور حسن، راجل مؤدب ومحترم وصاحبي اعتز بيه بالمدينه. احنا جالنا خلاص الموافقه من النادي بتاعه الاصلي او الاكاديميه الاصليه اللي هي بتبيعه. فبقول للدكتور من فضلك، عشان كده احنا جاي لنا احنا العرض بتاع النجم الساحلي ما راحش للدكتور حسن. جه بشكل رسمي لنادي الزمالك طبعا. فانا بقول لك يا دكتور حسن، يعني خلي العلاقه محترمه بيني وبينك، والعلاقه محترمه بيننا وبين اسوان جميله. واحنا عندنا اصلا اسماعيل يوسف اسوان وشيكابالا. لا، وانا عارف ان حضرتك بتعتز بشعب اسوان جدا كمان وبالناس باهل اسوان يعني. وانا مش عايز اخش في مهاترات مع الدكتور حسن ولا مع نادي اسوان. طيب حضرتك اتفقت خلاص مع النجم الساحلي يا فندم على رزاق ولا لسه؟ لا، هم بعتوا عرض $100,000 واحنا رفضنا. حضرتك طالب قد ايه؟ عرض سنه $50,000 لما النجم الساحلي ياخد البطوله بتاع افريقيا 1000 اللي هو مكمل في ابطال الدوري. مظبوط يا فندم. حضرتك طلبت اكتر يعني يا استاذ مشار ولا يعني لا لسه ما طلبتش، احنا بس عايزين نخلص من الماتش ده وماتش الاهلي ان شاء الله عشان نفوق للعيبه اللي عندي بقى. يعني انا بصراحه عايز اخلص الماتش بتاع النهارده، وعندي بقى توقف ماتش الاهلي ان شاء الله يوم الاثنين، وبعدين في توقف. في التوقف ده هنعرف نطهر الفريق من المتآمرين والمتخاذلين واللي مش عارفين قيمه الزمالك واللي مش قد تيشيرت الزمالك. بعد الماتش ده عمر صلاح حضرتك تثق فيه سياده المستشار انه حارس مرمى الزمالك انه يتواجد النهارده في مباراه الاهلي؟ الولد انت عارف الولد ده عمره مقف. ده صحيح. وده مأزق، هو الولد ده حاطينه فيه. تمام. لكن ما فيش نادي بيقف على بطوله ولا على لاعب ولا على جون ولا رئيس نادي ولا على جهاز فني. بس بقول للجماهير عشان ما تدموش حد، دي الصنف اللي عندنا. ده الصنف اهو اللي انتوا كنتوا له ياخد دوري وكاس وافريقيا. لما وصلوا الملايين ادي الشكل بتاعهم. لما كانوا بالملاليم ولسه جايين بالبيجامات كانوا محترمين النادي ومحترمين الفانيلا وموتين نفسهم عشان يوصل لرقم واحد. لما وصل رقم واحد يقول لك لا خلاص انا واحد والزمالك رقم 10. عمر الزمالك ما يبقى 10. هو عمر نادي الزمالك ما يقف على حد سياده مستشار. هل ابراهيم عبد الخالق سياده مستشار خلاص قعد بحضرتك امبارح؟ ابراهيم عبد الخالق وخالد قمر. وحازم امام. خالد قمر خلاص هيعود لنادي الزمالك سياده مستشار يعني ان شاء الله. وياسر ابراهيم باذن الله ان شاء الله. وكوفي سياده مستشار اللي هو وكوفي بس بنشوف الاجنبي الرابع ده ربنا يسهل يعني. في محادثات في اجتماع هيبقى مع اتفقنا يوم 24 بعد افتتاح بطوله عربيه كل الانديه 18 عشان نناقش الاجنبي الرابع. وخاصه يعني انت عارف دلوقتي السعوديه بتجيب 6 يعني صراحه 6 اجانب. خلي بالك يعني خلاص اعتقد قرار اتحاد الكره ولا لسه في كلام سياده مشار انه 3 لاعبين؟ المهندس ثاني قال هيقعد مع الانديه كلها وده يعني هو ديمقراطي قال لك اللي هتوصلوا له انا موافق عليه. بعد استشاره الانديه يعني هياخد راي الانديه ويشوف ايه الصالح الفتره اللي جايه. يوم 24 شهر. هو اصلا انت ممكن تأيد 4 وما تأيدش في القائمه يعني في يلعب على 3. تمام. بالك او تأيد 4 واحد تحت السن يعني ده كله وارد في التفكير. حلول مقترحه يعني. لكن في النهايه اللاعب المصري بياخد 5 مليون. في اقصى لاعب على فكره من افريقيا اللي جايين دول ياخد 2 مليون 800. فعشان بس يهدوا شويه يعني اللعيبه المصريين يهدوا شويه على كل الانديه مش الزمالك بس. تمام. على كل الانديه. سياده مشار حضرتك اتفقت مع مستر ايناسيو على الجهاز المعاون ليه الفتره اللي جايه؟ هو هيختار مدير كوره وهيختار مدرب عام. ما فيش كلام يعني من حضرتك ترشيحات معينه اقتراح اسماء؟ لا هو انا عرفت ان تمسكه بكابتن اسماعيل يوسف كمدير كوره يعني دي المعلومه اللي عندي، هل صحيحه ولا؟ هو اشرف ما يعرفش اسماء. ما يعرفش اسماء. هو بياخد اسماء هيقعد يسال عنها بطريقته او يقعد معاهم او يناقشهم. تمام. ده لا يقلل من الاسماء اللي اتعرضت
لان احنا في النهايه زي ما قلت بوفر لبن العصفور. انا عندي لعيبه استاذ اشرف واخده لما جيت اعمل حساباتهم لقيتهم واخدين زياده عن مستحقات. والله يا سياده المستشار انا لسه كنت بقول امبارح واول امبارح انه لعيبه نادي الزمالك الفتره اللي تولى فيها المستشار مرتضى منصور تقاضوا اعلى رواتب واعلى مكافآت، وده ما حصلش من سنين طويله جدا. لا واخدين زياده، يعني مثلا لو حضرتك مثلا فاضل لك مثلا هنفترض عقدك 3 مليون، لما جينا نحسب لقينا حضرتك واخد 3 مليون مثلا و300,000 واخد بالك، يعني زاد كمان عن حقك. فده في لعيبه طبعا مخلصين في الملعب وموتين نفسهم تمام وعارفين قيمه الزمالك، وفي لعيبه متآمره. المتآمره دول مع الولد الظابط ده بقى وعايزين يخربوا الفريق، واخد بالك اللي هم عارفينه من الاول. انا بقول للجمهور اهو، اوعى تقول لي مدرب، اوعى تقول لي مجلس اداره، كلمني عن اللعيبه المتآمره، كلمني عن الانتخابات اللي خلصت اصلا. والله العظيم اشرف انا يعني في امر الله باذن الله صدقني انا اقسمت بالله ان لو نزل في الانتخابات الولد ده هديله صوتي عشان يبقى كل اللي خدوا 2 أو 3 واقسم بالله العظيم وشهاده قدام ربنا لو نزل اديله صوتي. يعني حضرتك متخوف الفتره اللي جايه سياده المستشار على فريق الكوره من المؤامرات، مش من الانتخابات، انا اقصد من المؤامرات على فريق الكوره يعني؟ طبعا يا اشرف لما كل يوم تتسرق الحنفيات بتاع حمام السباحه بتاع الستات، الشاشه بتاعتها تتكسر كده اللي هي بتتكسر، لما احط في التواليتات ازايز كوكولا عشان اسدها، لما احط في البتاع المجرى بتاع حمام السباحه اكسر ازاز واحطها عشان العيال تتعور. ضغط شويه على الجمعيه العموميه تقصد حضرتك ده يعني؟ مش عايز تقول لي ده كله مؤامرات معموله، لكن في النهايه اعضاء الجمعيه العموميه عارفين مين الحرامي، مين الفاسد، مين اللي سرق وجري، واخد بالك، ومين اللي 24 ساعه في النادي عمل نادي اجتماعي